السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ومكملين في حلويات رمضان. والنهارده ان شاء الله هنعمل الجلاش بطريقه لذيذه جدا وسهله، تعتبر من اسهل انواع الحلويات اللي ممكن تجهزيها في دقايق، بالظبط دقايق، وبتديكي نتيجه تحفه، مقرمشه جدا من بره وطريه ولذيذه من جوه، ومكوناتها بسيطه وتعتبر اقتصاديه. والنوع ده من الحلوى بيسموه كذا اسم، بيسموه حلوى الستاره او المكشكشه. عموما يعني هو قايم على الجلاش وحشوه بسيطه جدا. بس حابه قبل ما ابدا اقولك، لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير إذا عجبك الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه هنبتدي نجهزها هي الصينيه. معايا حوالي كده نص كوبايه من السمنه المذابه، سمنه او زبده او ممكن تكون سمنه مثلا على زيت. هنبتدي ندهن الصينيه خالص من كل الجوانب وهنركنها على جنب. دي الحشوة، هي عبارة عن سوداني بس مفروم وجوز هند، يعني مفيهاش سكر خالص، مفيهاش مكسرات، تعتبر يعني ايه الحشوة اقتصادية. وفي نفس الوقت لو عايزة تعمليها من غير حشوة تنفع طبعا وتبقى جميلة كمان وطعمها لذيذ. لفة الجلاش بتاعتي دي نص كيلو. ببتدي اجيب لفة الجلاش، طبعا بفتحها، واهم حاجة ان طول ما انت شغالة فيها هتلفيها في فوطة علشان انا عايزاها تبقى طرية ما تنشفش. هبدأ اخد من الجلاش ورقتين ورقتين، يعني بالشكل ده كده. هاخد الورقتين هحطهم على بعض وهبتدي ارش عليهم سمنة بسيط وهدهنهم كده، يعني دهنة بسيطة بالشكل ده. وهبتدي ارش الحشوة بشكل عشوائي، وهبتدي اكشكشها كده او اضمها زي ما هو واضح كده في الفيديو بالظبط. طبعا الحشو مش هتقع منها، ما تقلقوش، لان هي بتدخل ما بين الكسر دي اللي احنا بنعملها. هنعمل واحده تانية، باخد ورقتين من الجلاش وبدهنهم بالفرشه، وببتدي ارش عليهم الحشوه كده عشوائي بشكل عشوائي، وابتدي اكشكشها وبرصهم في الصينيه جنب بعض لحد ما اخلص كميه الجلاش كلها. طبعا انا وانا شغاله كده ببقى فاتحه الفرن على درجه حراره 200، وبدخل الصينية على الشبكة في النص، بتقعد لها حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة. خلصت الصينية كده كلها بالشكل ده ورصيتها، شكلها تحفة طبعا. ببتدي بقى ارش عليها بقية السمنة اللي فاضلة، وبنتوصى كده بالجوانب شوية والأطراف. وبعدين الخطوة التانية بجيب كوبايتين من اللبن وبحط عليهم باكو من الكريم كراميل، اللي هي بودرة الكريم كراميل، من غير سكر برده من غير أي حاجة. بديهم تقليبة كده لحد ما اطمن ان الكريم كراميل يداب خالص في اللبن. وببتدي ازقيه الصينية خالص من كل جنب برضو، يعني من النص ومن الأطراف من الجوانب، وبميل الصينية كده شمال ويمين وبضغط عليها بمعلقة عشان اطمن ان الجلاش كله شرب من الخليط. بتدخل الفرن، وزي ما قلت لكم هي خدت بالظبط 25 دقيقة وطلعت بالشكل ده. وبكون محضره كوبايه من الشربات الوسط، اول ما بتخرج من الفرن السخنه بسقيها. والشربات ده هكتب لكم المكونات بتاعته في صندوق الوصف. كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه من الميه وعصره ليمونه. ببتدي بقى اقطعها، ولو عايزاها طريه خالص ممكن تغطيها بفويل او تغطيها حتى بفوطه وتسيبيها كده شويه، يعني 10 دقايق تتشرب وتطرى. لكن انا مش عايزاها، انا عايزاها تبقى من بره مقرمشه، ومن جوه هي بطبيعه الحال بتكون طريه ولذيذه. فانا سبتها ما غطيتهاش. هدت وبعدين قطعتها، بقسمها بقى بالاحجام اللي انا عايزاها. وبس كده خلصت الوصفه. الطريقه تحفه وطعمها جميل جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. مقرمشه خالص من بره وطريه من جوه، والكريم كراميل اللي مديها طعم ونكهه في منتهى الجمال. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. بشكركم جدا. سلام عليكم.